ولا ممدوح عبد العليم ولا منى زكي ولا محمد رياض كانوا هيشاركوا في الضوء الشارد. ازاي؟ تعال احكي لك ازاي. مسلسل الضوء الشارد في حلاوه كده، في جمال كده، ما فيهوش غلطه. المسلسل ده مهما اتفرجت عليه مش هتستكفي، هتلاقي نفسك وانت بتقلب في القنوات لو لقيته هتقعد تتفرج عليه تاني. بس الحقيقه ان المسلسل ده كان كله مشاكل من الجلده للجلده، ما فيهوش حاجه مشيت سالكه. سبحان الله. التفاصيل اللي هحكيها لك دي موجوده في كتاب اسمه اساطير الدراما للكاتب محمد مسعود. الضوء الشارد من تأليف المؤلف العظيم محمد صفاء عامر، ومن إخراج المخرج الجميل مجدي أبو عميرة. مجدي أبو عميرة ومحمد صفاء عامر قعدوا مع بعض علشان يحطوا الكاست بتاع المسلسل. فمجدي أبو عميرة قال أنا عايز ممدوح عبد العليم. محمد صفاء عامر قال له لأ، أنا عايز أحمد عبد العزيز، ده لما عمل ذئاب الجبل عمل الدور الصعيدي كويس جدا والناس كلها انبهرت بيه. مجدي أبو عميرة قال له لأ، إحنا كده بنكرر نفسنا، ده تكرار للشخصية، أنا برشح ممدوح عبد العليم. هنا بقى قابلوا شويه صعوبات، ناس كتير جدا اعترضت على ترشيح ممدوح عبد العليم. قالوا له لا، ده عينه ملونه وامور، ازاي يعني في صعيدي بالملامح دي؟ مجدي ابو عميره قال لهم انا اعرف صعايده كتير عينيهم ملونه، وبعدين الصعيد في تنوع في الاشكال، مالهمش شكل محدد يعني. محمد صفاء عامر قال لهم مجدي ابو عميره معاه حق، الصعيد في تنوع في الاشكال، انا نفسي من هواره وشفت ناس كتير عينيها ملونه من هنا لهنا لهنا. مجدي ابو عميره تمسك برايه وممدوح عبد العليم خد الدور. شكر كبير للمخرج مجدي ابو عمير لتمسكه برفيع بيه حبيب الملايين. العقبه اللي بعدها، منى زكي كانت بدات تعمل اعمال وكان اسمها بدا يتعرف، اختاروها لدور فرحه البطله اللي هتلعب دورها قدام ممدوح عبد العليم. وافقت منى زكي ومضت على طول، وما تفهمش ايه اللي حصل، بعد ما مضت ندمت انها مضت وقالت لهم مش لعبه، مش عايزه اكمل، واختفت وقفلت تليفونها. يعملوا ايه صناع المسلسل؟ بيكلموها ما بتردش، وبعدين قفلت تليفوناتها وما عرفوش يوصلوا لها، والمفروض ان التصوير هيبدا بكره. راحوا لجأوا لوهبي السوالمي، قصدي يوسف شعبان، ما هو كان معاهم في المسلسل وكان برضه نقيب الممثلين. راحوا للاستاذ يوسف شعبان وقالوا له مش عارفين نعمل ايه، ما بتردش على التليفون ومش عايزه تعمل الدور رغم انها مضت. كلمها يوسف شعبان وقال لها ما ينفعش، دي التزامات وعقود، والبديل ان انت هتتوقفي عن التمثيل. راحت التصوير وهي مستاءه جدا. منى زكي بقى لما حكت القصه قالت انا كنت بمر بحاله نفسيه وحشه جدا، وما كنتش حاسه ان انا قادره اتعامل مع اللي حواليا، وكنت حابه ان انا اخد وقت لنفسي، وعارفه ان ده ما كانش صح، وبحمد ربنا ان انا رجعت في كلامي وصورت المسلسل. في بقى كلام بيقول ان منى زكي ساعتها كانت مقتنعه ان المسلسلات ملهاش سوق قوي عند الجمهور المصري، كان واكل السوق ساعتها هي السينما، ده غير ان ادوار الصعيد فيها ريسك شويه، لا الناس تحبها قوي لا الناس ما تتفرجش عليها خالص، فهي خافت تخوض المغامره دي. بس لما اتكلمت مع يوسف شعبان وقدر ان هو يقنعها، عملت دور من احلى بجد ادوار حياتها، وهو دور فرحه. نخش على العقبه الثالثه من عقبات الضوء الشارد. جه دور بقى الاستاذ محمد رياض. محمد رياض في الوقت ده كان عامل اعمال كتيره جدا ومسمعها حلوه قوي في السوق. مجدي ابو عميره عرض عليه الدور، اتخض محمد رياض، مساحته صغيره، عدد الحلقات قليله، فراح قال لهم ما اقدرش اعمل الدور ده، انا دلوقتي اسمي في السوق كبير، طب ليه اعمل دور صغير كده؟ مجدي ابو عميره قال له اعمل الدور ده وهيبقى من اكتر الادوار المعلمه في حياتك. مجدي ابو عميره كان عايز يعمل ايه؟ عايز ينقي ممثل محبوب يلمس الجمهور، علشان لما يتوفى الناس ترتبط بيه قوي عاطفيا فيتمسكوا بالمسلسل اكتر، وفعلا ده اللي حصل. محمد رياض بيقول رفضت الدور كذا مره وهم يرجعوا لي، رحت عليت اجري قوي وطلبت 170,000 جنيه، راحوا وافقوا، فرحت عملت الدور. وبرضه نحب نشكر مجدي ابو عميره لتمسكه بمحمد رياض. على فكره المسلسل ده من اكتر المسلسلات في الوقت ده اللي اتصرف عليها، بيقولوا ان ميزانيه المسلسل كانت في حدود 1,000,000 جنيه، وده كان رقم كبير قوي ساعتها. ندخل بقى على تتر المسلسل. منتج المسلسل هشام اسماعيل راح لمجدي ابو عميره وقال له احنا مش ناقصين تكاليف، احنا لسه هنجيب مطرب وشاعر وندفع فلوس، انا عايز تتر المسلسل يبقى بموسيقى بس كده اي حاجه. مجدي ابو عميره اتضايق لان هو متعود على التترات اللي بتعلم بجد، ذئب الجبل، المال والبنون وغيره وغيره. فعمل اختار ياسر عبد الرحمن وطلب ان الموسيقى تبقى مميزه تعكس جو الصعيد، والحقيقه ده اللي حصل. من احلى موسيقى تترات المسلسلات اللي ممكن تسمعها موسيقى الضوء الشارد، فرغم ان هم وفروا بس طلعوا بتتر عظمه. نيجي بقى الأهم عقبة قابلت الضوء الشارد. المسلسلات كانت بتتعرض فين في الوقت ده؟ على القناة الأولى أو التانية، فالمسلسل اللي بيسمع على القناتين دول خلاص بقى سمع في جمهورية مصر العربية كلها. أساسا الساعة 6 المغرب دي كان في مسلسل بيتعرض على القناة الأولى، كنت تنزل الشارع تلاقي الدنيا الناس كلها قاعدة في البيوت بتتفرج على المسلسل. مسلسل القناة الأولى أو التانية بيجمع الشعب المصري. كانت مديرة التلفزيون ساعتها مين؟ الأستاذة سهير الأتربي. قالت لهم أنا ما بحبش مسلسلات الصعايدة والجلاليب، أنا مش هعرض المسلسل ده لا على القناة الأولى ولا على القناة التانية. يا ستي يهديكي يرضيكي، أنا مش هعرضه، يتعرض على النايل تي في.
ودي كانت صدمة لمجدي أبو عميرة ومحمد صفاء عامر. ما هو المسلسل لو ما اتعرضش على الأولى أو التانية هيموت. كل العناء ده والكتابة الحلوة المكتوبة والممثلين اللي جبناهم بالعافية والمسلسل مش هيتعرض، محدش هيشوفه. مجدي أبو عميرة هنا حس باليأس والإحباط. بس جت الأستاذة الجميلة سناء منصور قالت له لا يا مجدي، المسلسل ده هيتعرض يعني هيتعرض. سناء منصور كانت في الوقت ده مديرة قنوات النيل. قالت له احنا هنعرض المسلسل ده على النايل تي في. قال لها ازاي يعني النايل تي في؟ النايل تي في اصلا بتخاطب الاجانب ومش كتير بيتفرجوا عليها، يعني ملهاش صدى زي الاولى او التانية. قالت له طب انت هتشوف، احنا هنعرض المسلسل ده على النايل تي في وهيكسر الدنيا. وخرجته من حالة الاحباط اللي هو فيها وعرضت المسلسل. وايه اللي حصل؟ فعلا الشعب المصري اتجمع كله حوالين الضوء الشارد. نادرا قوي لما تلاقي حد بيقولك انا ما بحبش الضوء الشارد. مسلسل جميل، وغير اللي انا قلته ناس كتير قوي كانوا من ابطاله، زي الفنانه رانيا فريد شوقي، يوسف شعبان، سمية الخشاب. سمية الخشاب كانت من اوائل الادوار اللي عرفت الناس عليها، وفي نظري ده احلى دور هي عملته. سميحه ايوب وغيره وغيره. واتعرض الضوء الشارد وقعنا كلنا في حبه، وبقى علامه من علامات الدراما المصريه. هستنى رايكم في التعليقات، وعايزه اعرف الحلقه الجايه حابين تعرفوا تفاصيل انهي مسلسل. اشوفكم على خير، باي باي.